السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي سوبر تايم أهلاوي، مساء الفل. استطاع النادي الأهلي النهارده إنه يعمل ملحمة في استاد القاهرة، بطلها الأول هو جمهور النادي الأهلي. أكتر أو ما يتعدى كما خرج على لسان مدير أمن القاهرة أو المسؤول الأمن عن دخول الجماهير باستاد القاهرة أكتر من 80 ألف مشجع أهلاوي. ملحمة تاريخية ليست الأخيرة وليست الأولى يصنعها النادي الأهلي في استاد الرعب. استطاع النادي الأهلي النهارده أن يحقق حلم الملايين والأهلاوية اللي انتظروا وقت كبير جدا للعب هذه المباراة وتحقيق حلم هذه الجماهير بالصعود لدور ربع النهائي لملاقاة الرجاء أم سيمبا أم صن داونز أو الترجي. إن شاء الله النادي الأهلي سيفوز بهذه البطولة في مباراة أداها النادي الأهلي النهاردة بطلها وعودة جديدة لسيمبا النادي الأهلي أو سيزر النادي الأهلي، نجم صن داونز السابق وبرايتون الإنجليزي وبطل منتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو، ومعه مروان عطية اللي إن شاء الله مروان ده هيغير مفهوم لاعيبة خط الوسط في مصر 10 سنين قدام، وربنا يا رب يكفيه شر الإصابات. النادي الأهلي ولاعيبته دايما عند حسن ظن جماهيرهم. النادي الاهلي ولاعيبته، الناس بتبص للمباراه انها كانت سهله ورقيا او سهله نظريا، ولكن حسابيا او فنيا في وجود هذا الضغط الكبير جدا في عدد الجمهور، معظم اللعيبه دي ما لعبتش امام العدد الكبير ده من الجماهير حتى مع منتخب مصر. استطاع النادي الاهلي النهارده انه يدي الدرس للاعيبه الهلال السوداني فنيا فقط. وبنقول لجماهير الهلال اللي تواجدت في الاستاد، حد تعرض لكم؟ حد كلمكم سواء جماهيريا ام امنيا؟ كنتم قاعدين في الاستاد تستمتعون بالاهداف التي تمطر شباككم. استطاع الاهلي النهارده بالفوز الثلاث اهداف. بطل الاهداف طبعا او ابطال الاهداف الكهروب الفولت العالي محمود عبد المنعم كهربا، وهدفين ولا اروع ولا اجمل ولا يعني اقوى من كده شكل وفني لحسين الشحات. مراوغات بيرسي تاو بيطلع هدايا من رجليه، استغلها كهربا واستغلها في هدفين حسين الشحات، ولكن طبعا الهدف الثاني كان بيساهم فيه بيرسي تاو بشكل كبير جدا، ولكن ارتدت لمروان عطيه وحطها بينيه او حطها يعني بالعربي كده زي كرة الشراب، سقطها لحسين الشحات وراوغ حسين الشحات بشكل عظيم جدا وشكل رائع جدا واحرز الهدف الثالث. النهارده كولر ادار المباراه بعقلانيه يعني شبه متوازنه في ظل تراجع كبير جدا وشديد جدا وعليه علامات استفهام كبيره جدا لقفشه واحمد عبد القادر، ولكن تألق بيرسي تاو، تألق مروان عطية، تألق الشحات غطى على الأخطاء دي سواء للاعبين أو المدرب. القادم أفضل إن شاء الله. القادم سيكون فرحة كبيرة جدا وحلم كبير جدا لجماهير النادي الأهلي، وهو تحقيق البطولة رقم 11 لدوري الأبطال في تاريخ النادي الأهلي، أو البطولة المحببة للمارد الأحمر إن شاء الله، وهي البطولة رقم 11 كاس أفريقيا. إن شاء الله سيغلق النادي الأهلي صفحة دوري الأبطال، وإن شاء الله سنستعد ويستعد اللاعبين للعودة مرة أخرى لسباق وعراق مباراة الدوري والمنافسة في مباراة الدوري العام الذي يعني يترأسه أو يستحوذ على قمته طبعا ب 44 نقطة النادي الأهلي، ويستعد طبعا لملاقاة المحلة بإذن الله في بطولة الدوري العام، وانتظار الاتحاد الافريقي طبعا او انتظار قرعه دور ربع النهائي باذن الله. احنا دايما ثقتنا في النادي الاهلي كبيره، احنا دايما ثقتنا في الجهاز الفني واللاعبين، دايما ثقتنا في مجلس اداره النادي الاهلي، وبنهدي هذا الفوز وبنتمنى الشفاء العاجل لاسطوره النادي الاهلي وقائد النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. افرح يا جمهور الاهلي بالصعود، افرح يا جمهور الاهلي بالشكل اللي ظهر عليه النادي الاهلي النهارده، افرح يا جمهور الاهلي بالملحمه العظيمه اللي كانت لوحه فنيه كبيره جدا في المدرجات. الناس تقول بقى 60 تقول 50 تقول 55، ولكن اكتر من 80 الف متفرج. اعتقد ان المنطقه المخصصه بس لجماهير نادي الهلال هي اللي كانت بس فارغه بدون جماهير حمراء.
زي ما اتكلمنا، لا اللوحه الاولى ولا اللوحه الاخيره، النادي الاهلي دايما جماهيره في استاد الرعب في استاد القاهره تعودنا دائما بهذا الشكل من عام 1907 حتى الان اكثر من 115 سنه، ويتجمل ويزلزل جمهور الاهلي دايما استاد القاهره الدولي. افرح يا جمهور الاهلي والف مبروك، حين نلتقيكم في حلقه جديده ومساء الفل.